بهالسرعة؟ دقيتي للإسعاف؟ ايه طبعا أمي دقيت لهم. الحبوب، روحي كبي الدواء بالتواليت بسرعة قبل ما يوصل الإسعاف. استني. سيدي ألفتينا، انت شايفتينا منيح؟ ايه شايفتكن وسامعتكن منيح. انتوا واضح عندكن الصوت والصورة؟ سيدي ألفتينا، هلا الأستاذ إيغور بده يحكي لنا عن نتائج الكشف على مصاريف تطوير وترميم المشفى. ايه تمام، حلو كتير. لا بصراحة مو كتير تمام. خلال الكشف بين انه في مخالفات كتير. أنا آسفة كتير، بس هلأ وصلني خبر إنه في مريض حالته حرجة ولازم روح شوفه فوراً. 5 دقايق وبكون معكم. أنا كتير آسفة بس مضطرة أروح، لا تواخذوني. ماشي، بسيطة. أعطيني لشوفه. مرحبا. شو صاير؟ ماما، حماتي فقدت الوعي. شو؟ بهالسرعة؟ دقيتي للإسعاف؟ ايه طبعا أمي دقيت لهم. الحبوب، روحي كبي الدواء بالتواليت بسرعة قبل ما يوصل الإسعاف. استني. بتكبي الدواء وبعدين بتدقي لرومان فوراً وبتخبريه، ماشي؟ ايه ماشي. يلا لا تتسرعي بنتي. وهي رجعت لكم. يلا خلونا نكمل. ماشي سيدي ألفتينا، هلا الأستاذ إيغور بيشرح لك. تفضل. ماشي. إذا كان في أي غلط فأكيد ما مقصود أستاذ إيغور. اللحظة بس لازم رد. ايه مارينا، شوفي. شو؟ وين أي مشفى؟ ماشي يلا أنا جاي. فيني أعرف شو اللي صار معه؟ رومان. ايه كيفك؟ رحت لأطمن عليها وأشرب معها كاسة شاي. ناديت إيرايدا بافلوفنا. فتت لعندها لقيتها على الأرض ما عم تحكي شي وعم بتمدلي إيدها. رومان، نحن السبب بهالشي، ما كان بدها إيانا نتزوج. لا تحكي هيك، نحن ما دخلنا. أمي صار لها فترة تعبانة. لو سمحتوا، قرايبين المريضة؟ ايه أنا ابنها. حطينا لوالدتك جهاز التنفس بس لساتها غايبة عن الوعي. من حسن حظكم اجيتوا على الوقت، ولو تأخرتوا كان فات الأوان. لحقتوها. شكراً كتير، أنقذتينا مرة تانية. لو سمحت، امتى فينا نشوف المريضة؟ بتوقع شغلة 2-3 مو قبل هيك. ورح تقدر تحكي؟ لسه ما بنعرف، عم نراقب وضعها. بنتمنى هالشي. رومان، لازم نرجع على المكتب لنكفي الاجتماع. رومان، مو هلأ، خلينا نأجله. ما في شي خطير، ما هيك؟ شو بدي اقول لك؟ في مصاريف زيادة ونقص بحوالي. مو وقتها. ماشي، أنا بحكي مع السيدة ألفتينا وبفهم منها. ماشي. أنا ببعث لك التقرير بس لازم تشوفه. ماشي. تمام، شكراً لك. شوفك.
شو بكي يا مجنونة؟ هاد أنا شو جابك لهون؟ بدي روح لعند مارينا على موسكو. أعطيني عنوانها. وين ساكنة؟ اسألها أنت. ما عاد ردت على اتصالاتي من أسبوع. أكيد بتكون عملت لك بلوك. أعطيني العنوان. شو عم تعملي؟ بجرحك وبخيط الجرح، بس رح تتوجع ها؟ كنت عم بمزح. يلا انقلع إذا بترجع. شو عم تخوفيني؟ مو خايف. بشوفك بعدين. تفاح مو منيح؟ ماشي. والعصير؟ كمان العصير؟ شو فيها تاكل؟ الموز منيح؟ ماشي، وتكتر مي كمان. طيب ماشي لكان، شكرا لك. يلا رح جيبهم. صباح الخير. صباح النور حبيبي. عم بيحكوك من المشفى، كيف ماما؟ وضعها مو منيح. قال لي انه صحيت، بس للأسف لسه ما بتقدر تحكي. يعني في تحسن. منيح انه صحيت، هذا هو المهم هلا معك، ومعها ما عم ترجع بتحكي. ايه صح. اهم شيء انت لا تفكر ولا تقلق. بدك اجي معك؟ لا ما في داعي، ما رح يسمحوا لنا نفوت سوا. رح جيب الأغراض اللي طلبوها. ها شكرا. فيرا انت منيحة؟ ايه. هذا تقرير الدكتور والتحاليل والتوصيات. يسلموا ايديكي، شكرا كثير على كل شيء يا أولغا. ما عملت شيء. لولاكي كانت انتهت حياتي، ساعدتيني لوقف على رجلي. شو هاد؟ لو شو عم سمحتي تعملي؟ كرمالي يا بنتي خديهم. مو أنا اللي ساعدتك، أنت وقفتي على رجليكي بإرادتك وقوتك. ما كنت حابة أطلع من هون. هلأ رح ترجعي على بيتك وتطلعي على كيفك كمان. لوين؟ على الأقل على المقعد جنب البناية. مشان القيل والقال. معناها على حديقة الملاهي لترفعي معنوياتك. هي فكرة حلوة كتير. بحب الأولاد الصغار. شكرا إلك يا روحي، شكرا. خليني وصلك على التاكسي. أي تاكسي هي؟ المشفى طلبت لك تاكسي. أولغا لا تضحكي علي. خلينا نروح. المشفى طلبت تاكسي؟ أنت اللي طلبتيها مو هيك؟ يلا هلأ خلينا نمشي. حبيبتي رح ضل أدعي لك لآخر يوم بحياتي. شكرا إلك. شكرا إلك يا بنتي، شكرا. يلا يا فيرا خلينا نمشي. أولغا بدي أحكي معك ضروري. بس لحتى وصلها. طيب وصليها وتعالي، ناطرك بغرفة الممرضات. أوكي تفضلي. كيف حاسة رجلك هلأ؟ منيحة. ممتاز. مرحبا مارينا. أهلين. افتحي لو سمحتي. رومان مو بالبيت. بعرف هذا الشيء، شفته بالشركة، بس بدي اخذ شوية اغراض للست إيرايدا. ماشي. أخذت الأغراض؟
كان بدي ايه هذا الكتاب. ليش؟ بدها تقرا لها يا الممرضة. القراءة بتحفز نشاط الدماغ. عن جد؟ ايه طبعا عن جد. ماشي، أنا رايح. افتحي لي الباب. ايه تكرم. قولك كان بدك تحكي معي؟ ايه سكري الباب لو سمحتي. خايف من حدا؟ من امك. ما خطر لك تهربي منها؟ عادي. لا ليش؟ لحتى تكوني حرة وتخلصي من اتهاماتها والنكد تبعها. هي ما بتنكد علي. انت طيوبة زيادة أولغا، ما بتحقدي على حدا وبتلاقي اعذار للكل. اللي بده يتزوجك رح يكون محظوظ. رجعنا لنفس القصة؟ لا هلا الموضوع مختلف. عم بحكي عن جد. شوفي، امبارح حطيت الختم. زعلتني. لا انت ما لازم تزعلي علي، لازم تباركي لي. انا صرت حر هلا. طيب معناها مبروك. وهلا شو؟ بتقبلي تتزوجيني أولغا؟ عن جد؟ صدقيني ما رح تلاقي أحسن مني. أنا رح حطك جوات عيوني ورح نجيب أولاد. في عندي شقة تانية صحيح صغيرة بس بتكفينا. أولك اسمعني. بدك تنتقلي على موسكو؟ رح انتقل لهنيك. بنهرب من أمك وبتتحرري منها كمان. بس أنا ما بحبك. بس أنا بحبك وأكيد رح تحبيني. أنا منيح يا أولغا وبحبك كتير. أوليك بدي إياك بشغلة قلبت الدنيا عليك. خير شوفي. ليك تفهم بالكمبيوترات؟ تعرف تعمل بريزنتيشن؟ عادي الكل بيعرفوا يعملوه. كتير منيح. بدي أعمل بريزنتيشن عن الإصلاحات اللي عملناها. بدي يكون في صور وموسيقى لحتى يكون بروفيشنال. بدي أبعته لصهري اليوم المساء، بس بدي إياه لما يشوفه ينبهر. لا أنا ما فيني خلصه دكتورة قبل المساء، في عندي مرضى وفحوصات. بعتذر. لا استنى لحظة، أنت ما عندك عمليات. أجل المواعيد أو سلمها لحدا تاني. البريزنتيشن أهم هلأ. لازم نتغلب على تقرير هالملعون إيغور. يلا خلصني بقى، لازم تساعدني، لا تتنهد. يلا بلش. ألو. ألو، كيفك؟ هديت الأمور عندك؟ كيف بدها تهدى أمي؟ إجا إيغور وفتش غرفة إيرايدا وكمان شاف الدواء. بس العلبة كانت فاضية، أنت فضيتي الحبوب منها؟ إيه أمي طبعاً. ممتاز، كتير منيح. خليه ياخدها، ما رح يقدر يثبت أي شيء. أنت لا تفكري بالموضوع أبداً. بس هذا إيغور صار يزعجنا. ليكي شو رأيك إنك تحاولي تغري؟ ماما شو صار لك؟ يعني هو رفيقه لرومان ومثل أخوه. اسمعي بنتي، كل الرجال مثل بعض. وبلكي عرف رومان. إذا عرف بيكون أحسن. بتقولي إنه إيغور هو اللي حاول يتحرش فيكي. مفهوم؟ ماشي. يلا نفذي. يا ربي. أولغا، صباح الخير. أهلين رومان أندريفيتش. ليش عم تحاكيني برسمية؟ قولي رومان وبس. ليكي بدي استشيرك بشغلي. هلا أنا موجود بالشغل، كنت بدي روح على البيت بس ما عم بقدر. حاسس بوجع كبير برجلي. وين الوجع بالضبط؟ بالكاحل؟ ايه عم تعمل التمارين؟ ايه عم بعملهم، بس ما عم شوف أي تحسن. فرجيني كيف عم تعملهم. هلا؟
طيب لحظة بس. طيب طلعي بعمل هيك بالأول. شايفة شلون؟ ايه شايفة، إيه بس انت عم تتحرك بسرعة. اولا لازم تحركها شوي شوي، وثانيا لا تحركها كتير. تمام، فهمت عليكي. شو مشان تمارين المقاومة؟ لا لازم تقلل منها. لا تقسى على حالك كتير، بس تحس بالوجع وقف. يلا رح أجرب. ما عم بقدر. أوه عرقت كتير خلص. ما رح أقدر أعمل التمارين. ارتاح هلا. كيف صارت أمك؟ سمعت باللي صار معه. ما أنا منيحة، ما في تحسن أبدا. فاقت بس لسه ما عم تقدر تحكي. لا تقلق عليها، إذا ما تدهورت حالتها بالساعات الأولى معناتها فرص التحسن كبيرة. إيه أنت كتير متفائلة. لازم تكون هيك. بصراحة زعلت كتير لأنك ما إجيتي على العرس. كنت عم مشي شغل المشفى. إيه بعرف هالشي، بس ناطرينك لما تستقر الأمور. تنبسط فيكي مارينا. هي كيفها هلأ؟ منيحة. الفكرة إنه كلياتنا قلقانين على ماما. كل المصايب بيجوا مع بعضهم، كأنه حدا صابنا بالعين. ايه معك حق، مريت بهالحالة وقت ماتوا بابا وماما واحترق بيتنا. بس بتعرف شو اللي ساعدني؟ الكتب والموسيقى. الكتب والموسيقى. شو نوع الكتب اللي بتقريها أنت؟ أنا بحب الشعر. الشعر كتير حلو. تعرفي شو؟ وأنا عم حاكيكي هلأ حسيت بشي كتير حلو، كأنه نحن قرايبين أو بعرفك. نحن صرنا عائلة. صرت بتقربني. ايه حكيك صح طبعا، نحن صرنا عائلة. مزبوط. لا هذا مو بريزنتيشن، هذا عرض للأطفال. أنا بخجل أعرضه عليهم. ما طلع معي أحسن منه. لا تنسي أنا دكتور يا دكتورة، مالي مختص بالميديا. قلت لي إنك بتعرف، ليش كذبت؟ شو هلأ بدي أجيب حدا من برا؟ جيبي، ليش ما معك مصاري؟ وشو دخل المصاري؟ أنت ليش بتفكر بهالطريقة؟ أنت ما بتفكر غير بالمصاري. يمكن لأنه ما معي مصاري مثلاً؟ المصاري مو كل شي بالحياة. ليش مين قال هالشي؟ لهيك بضل عندك مشاكل بعيلتك. هلأ ما عاد عندي عيلة، اتطلقنا خلص، صرت حر. عن جد؟ شو هالحكي؟ يا قلبي انت. طيب ليش ما اجيت وقلت لي؟ وليش لا لك؟ ليش؟ لأنه مثلا أنا وياك صار لنا سنين عم نشتغل مع بعض. أو إذا بحب أعرف شو عم بصير بحياتك. طيب وهي صرتي بتعرفي، صار فيني أمشي؟ ايه طبعا. شكرا كتير على الشغل. سامحني لو سمحت. وإذا احتجت أي مساعدة تعال خبرني فوراً، اتفقنا؟ تمام. ايوه. مارينا، رومان اللي صار أثر فيني كتير. وأنا كمان.
بالمناسبة اليوم اجا إيغور لهون. إيغور؟ ليش إجا؟ هو قال إنه اجا مشان ياخد كتاب لأمك. كتاب لأمي؟ وهي بالعناية المشددة؟ سألته نفس السؤال، بس قال لي إنه الممرضات رح يقروا لها الكتاب. الممرضات؟ كتير غريب. لا تسوقي الظن فيه، هو ما بيوثق بالبنات. كانت حياته صعبة، مرته خانته وتركته وأخذت الأولاد، صار يشرب كتير وقلعوه من شغله، بس الحمد لله هلأ تجاوز هالقصة. معناها كانت القصة كبيرة. طبعا. ألو إيغور، مرحبا، كيفك؟ أهلين، كيفك مارينا؟ عرفتني؟ ما قدرت أعمل مقلب فيك. صاير شي؟ لا، ما في شي مهم أبداً، بس كان بدي أقول لك شغلة. فيك تجي لعنا على البيت؟ ليش؟ قرب عيد ميلاد رومان، وبصراحة بدي استشيرك من شان الهدية. وكيف ممكن ساعدك؟ أنت رفيقه، بتعرفه أكتر مني. بهدي كتاب بالعادة. كتاب؟ بتعرف أنا بفضل أهديه شي مميز أكتر. المهم، أنت رح تجي؟ إيه طبعاً. إمتى؟ يعني إذا فيك تعالي اليوم، ويفضل هلأ. ماشي، جاي. أنت متأكد مو؟ 100%. على العلبة مكتوب 100 ميلي جرام، بس الحبوب اللي لقيتهم انت الجرعة تبعهم 200 ميلي، يعني ضعف الجرعة. وطبعا هي الجرعة كافية لحتى تعمل نزيف دماغي عند الشخص المريض وتقتله. صحيح، كنت بدي أسألك عن أوليغ. تعرفي إنه اتطلق؟ ايه عرفت، هو خبرني. إيه كتير حلو. وإنتي شو رأيك بالموضوع؟ شو قصدك؟ قصدي إنه هلأ صار عزابي. ما بعرف، بس هو مو ستايلي. مين سألك إذا هو ستايلك ولا مو ستايلك؟ شو قصدك لكان؟ أنا ما بحبه. أولغا، الموضوع ما بخصك، أنا عم أحكي عني مو عنك أنتي. شوفي، هو ذكي ومحترم، صح ممل شوي، إيه مانو حلو، بس أنتي معجبة فيه؟ ما بعرف بالحقيقة. من قبل ما كنت انتبه له، كان مجرد شخص عادي شوفه بوشي على طول. بس امبارح وقت قال لي إنه طلق مرته، أنا طلعت فيه وفجأة استوعبت إنه أنا على شو عم دور. ليكو قدامي، مزبوط؟ ايه يمكن. ايه، وأنا بهذا العمر ما فيني دور على أمير مثل رومان. هو زلمة كتير لطيف، وكمان ما بيشرب. معك حق. المهم، بدي اياكي تلمحي له بطريقة عفوية، قولي له مثلاً إنه أنا معجبة فيه، وسهلي الطريق علي. بدي تساعديني اتزوجه، وبعدها بزبط لك عريس لإلك. شو رأيك؟ كيف طالع شكلي حلو؟ ايه. تتتو.
أنا حابة أجيب له لرومان هدية غالية. بس ما معي مصاري. هو جاب لي هدية غالية بعرسنا. افردي ايدك. ما بقدر، عم خبيهم للأيام السوداء. عم تستنيها لهالأيام؟ وانت استناها، ما حدا معصوم منها، ما هيك إيغور؟ ايه معك حق، كله ممكن. لا هيك أنا محتارة كتير بخصوص هالهدية. شو ممكن يعجبه؟ شو يلي ممكن يعجب حدا عنده كل شي؟ شي يلمس قلبه، شي عاطفي. على هي الحالة بهديه حبوب. عم أمزح. على سيرة الحبوب، لقيت بغرفة إرايدا 3 حبات على الأرض وبعتهم ليحللوهم. شو يعني؟ بدال جرعة 100 ميلي جرام طلعوا 200 ميلي. يمكن كانت تاخد جرعة أكبر من قبل. ايه يمكن، أو يمكن أنت غيرتي الدواء يلي بالعلبة. أنا؟ ليش لا أعملها؟ ما بعرف. قولي لي، مين هاد دينيس؟ الست إرايدا سمعتك عم تحكي معه على التليفون. دينيس ابن أخي، كان عم بيبارك لي بالزواج. ابن أخوكي لكان، ابن أخوكي. أنت لساتك شاكك فيني. إيغور قال لي رومان إنه مرتك تركتك. إيه شو يعني؟ يعني معنك مشتاق لمرتك؟ وشو بيهمك هالشي؟ بيهمني. شفتك كيف عم تطلع علي، مبين معجب فيني. شو هالحكي هاد؟ واضح كتير إنه بدك يعني. حكي صح ولا لا؟ ولك انت شو عم تعملي؟ شو جنيتي؟ اشرب حبيبي، اشرب يلا. يا ربي. رومان، قولي لي شو صار؟ ها؟ ما بعرف رومان. هو كان شربان كتير، قال لي انه اجى مشان هدية ليش عيد اجى؟ ميلادك. انا ماني عم بفهم. هو رومان جاب لي هدية اصلا. سامحني رومان. إيه؟ كنت حاسة انه في شي غريب، بس ما كان بدي اقول لك، كان عم يطلع فيني على طول. سامحني. ليش ما حكيتي؟ هو ما لازم يشرب، ليش هيك عمل؟ مين اعطاه مشروب؟ انا. انت؟ قوم إيغور. ايه شوف يلا قوم، امشي يلا. في شو بك؟ قوم، شو؟ قوم معي. شو بك رومان؟ شو بك؟ اللي شو شو عم بك؟ تعمل؟ شو عملت؟ ما عم بفهم مين شي. وعدني ما عاد يشرب؟ ها؟ روق انا ما شربت. مين اللي حلف انه ما عاد يشرب؟ لك روق انا ما ريحة شربت المشروب شي. شو هي؟ شو يلي صار؟ انا ما عم بفهم شيء. واللي صار اطلع من هون. رومان، لك رومان اطلع شو من بك؟ بيتي عمل لك. طول بالك، فهمني يلا شو عم اطلع. بيصير رومان. يلا أنا اطلع ما من بعرف بيتي مرتك لشوف. شو قالت لك. يلا من هون، روح من هون يلا. أكيد ما بدي كذابة، اسمعك عم ملوب. تكذب عليك. إيه؟ انا بعرفك منيح، ما عاد بدي اسمعك ملوب، انت واحد واطي. وهي بتعرفها لا؟ انت ما بتعرف انه جبت لك معي ورقه من المختبر. ما بدي اشوف وراء منك، انا ما عاد بدي اياك بحياتي. قديشني غبي. يلا امشي، اوعك تقرب على بيتي مرة تانية. مصيبة. أولغا، صباح الخير. أهلين أوليك، صباح كان بدي النور. أسألك لوين رح تاخديهم؟ على الجناح الخامس. اسمعي، أنت فاضية اليوم المسا شي؟
بدك يعني ناوب على حدا؟ لا، بس كان بدي أعزمك على السينما لأنه منزلين فيلم جديد ظريف كتير، وتخيلي ما في غير عرض واحد، واشتريت التذاكر. آسفة أوليغ، ما فيني. عليكي تعزيل بيت مثل ساندريلا يعني؟ لا، بس عم بتجهز للمعهد مثل ما نصحتني. حلو. ممتاز. طيب لكان انسي الفيلم والسينما وخليني ساعدك. بندرس انا وياكي، في عندي نوطة من ايام المعهد وكل شيء فيها موضح بالتفصيل الممل. لا ما في داعي. اوف، ليش؟ انت ليش عم تجننيني؟ قولي لي. تفضلي. تعي، حليانة كتير. لك أوليغ. طيب يلا روحي. مارينا، مين هاد؟ هذا الدليفري جاب لي قلم الحمراء يلي كنت طالبته، رح روح حاسبه. روح على الباب الخلفي. شو جنيت؟ شو جابك لهون؟ قلت بيجي بشوفك، اشتقت لك. حليانة يا قطة. زوجي بالبيت، ما فيك مخ؟ نسيت انك تزوجتي بهالسرعة. ما طلبت ايدي. شو بدك؟ بدي يتخبى، في واحد عم يلاحقني. مين؟ لك المحقق بسبب الحادث، لازم يتخبى. وين بدك تتخبى؟ هون مثلا؟ ممكن، فكري لي بمكان. ليك إذا بتمسكني الشرطة رح اضطر احكي الحقيقة. ما بتتغير. أنا طالع من السجن. أنت بتعرفي شو ممكن يصير لي إذا تسترت عليكي. رح حول لك مصاري على حسابك، استأجر شقة وتخبى. مارينا، فينا نلتقي بشي طريقة؟ بكفي، في كاميرات بكل مكان. أنت قمر. وأنت كتير حقير. طيب ماشي، ناطر المصاري المساء. سلام. قولي لي لشوف، عملتي هيك لتزعجيني؟ شو؟ أنا زعجتك بشي مثلا؟ فتحت لك قلبي وكأنك قطعة منه. طلبت منك المساعدة وقلت لك شو في ببالي كمان. بس حضرتك بدل ما تساعديني وتفتحي لي الساحة رحتي تلعبي من ورا ظهري مع أوليغ، مو هيك؟ بس أنا ما عملت شيء أبداً. أنا شفتك. شفتك. استني شوي، نحن ما في شي بيناتنا، صدقيني. هلأ فهمت. معناتها هو طلق مرته مشانك. ما بعرف. ما بتعرفي. انتو من امتى سوا؟ شلون؟ قصدي هالبوسات والأحضان. لك ما في شي بيناتنا. بس أنا شفتكن بعيني. انت عم تكذبي. لا ما عم كذب. مو عاجبك؟ لا. ما بتحبيه؟ لا.
ماشي. إذا مو عاجبك وما بتحبيه معناتها اعتباراً من هذا اليوم ما عاد بدي شوفك معه، فهماني؟ إذا بلمحك معه ما بعرف شو ممكن أعمل فيكي. رح أقلعك من الشغل وارتاح. مشان شو؟ يلا على الشغل، حاجة شرب شاي. الو، اي طابق وشو رقم الشقة؟ تمام. على يسار الأسانسير. ما كان فيك تاخد شقة أرخص؟ ليش؟ مو من حقي أعيش كإنسان يعني؟ أنت ليش هيك لابس؟ كنت عم بتدوش. أنت قلتي لي إنك جاي تشربي شاي. ايه، وليش لهلأ ما سخنت المي؟ ما في داعي، أنا عم بغلي. ليك دينيس، ما رح أسمح لك. دينيس، ما رح كون معك، أنا مرة متزوجة دينيس. أنت كيف لقيتني؟ ما رح أقول لك. يلا قل لي كيف. أكيد ماما ما رح تقول لك ولا أولغا. الجراح اللي عندكم قال لي. قصدك أولغ؟ هالخاين. بس ليش؟ لأنه كان بده يساعد عاشق ولهان وحزين. حلو. أهلا وسهلا. كله تمام؟ بالتوفيق. كتير مبسوطة معك. والمليونير؟ بصراحة ما بحبه. انتو النسوان غريبين. شو بدكن؟ يعني عندك كل شيء وما حدا جبرك على الزواج منه؟ كنت مجبورة. أمي يلي خططت لي كل شيء وأنا الغبية صدقتها. بتمنى لو أني ضليت معك كانت حياتي أحلى.
ايه بنتي؟ مرحبا ماما، كيفك؟ منيحة، عم زبط برزنتيشن مشان فرجيه لرومان. ايه البرزنتيشن تبعك ما رح يفيد هلا. شو قصدك؟ أنا حامل ماما. انتي حامل؟ لسه بكير عليكي بنتي. بس يمكن الموضوع مو سيء، فيكي تربطيه بهذا الولد. بس متابعة الحمل والولادة رح تكون هون، فهمانة؟ رح تكوني بأمان هون، أحسن ما حدا يعرف بموضوع زمرة دمك. قولي لي بنتي، انتي خبرتيه لرومان؟ كيف ردة فعله؟ ماما الولد مانو من رومان. شو قصدك؟ من مين لكان؟ من دينيس. مين؟ شو؟ كيف؟ وإمتى؟ اجى على موسكو واستأجر شقة. يا غبية، انتي ما في أغبى منك. رح تجي لهون وتنزلي الولد فوراً. ماما أنا ما بدي نزله. شو انتي بدك تتقلعي من موسكو؟ بدك ترجعي تعيشي عيشة الفقر هون مع الشحات دينيس؟ ما عم بسألك شو بدك وشو ما بدك، عم قلك رح تنزليه. ضبي اغراضك فوراً، وبكرة بدك تكوني عندي لتنزلي الولد. سمعانة؟ بكرة بتيجي وإلا لا انتي بنتي ولا بعرفك. غبية. استني يومين، بدك تسافري لحالك؟ بلكي بيقدروا يزبطوا امورهم، هي اولجا هنيك. رومان معقول ما فهمت؟ أنا بنتها الوحيدة، يعني لو كانت أمك مرضانة وداخلة على المشفى ما كنت رح تروح؟ امي ما كانت تحب المشافي ابدا. لهيك شوف شو صار معها. ما رح طول، هن كم يوم بس. رح اشتاق لك. طيب فيني وصلك؟ لا، انت لازم تدير بالك على امك وانا على امي. ماشي. على مهلك، بالأول دعاس على الكعب وبعدين على مشط رجلك. الكعب وبعدين المشط، لا تتجاوز هذا الخط. أولغا، برافو. فيني أحكي معك شوي؟ ارتاح شوي. ماشي. على مهلك. شايفك ما عم بتبعدي عن هالشاب الحلو. شو نسيتي الختايرة؟ لا ماشي، عم بمزح، بس بصراحة أنا غيران منه. ليكي لقلك شو الوضع. ليكي انت بتعرفي انه اختك جاي لعنا اليوم؟ مارينا؟ لا ما كنت بعرف هالشي. ايه توقعت، لانه ما بدهم يخبروا حدا. بس القصة انه مارينا جاية تعمل عملية اجهاض. ليش تفاجأتي؟ هذا موضوع طبيعي عند النسوان، بس والدتك بدها يعني انا اللي اعمل العملية وبدون اوراق رسمية. ليش يعني؟ يعني ما فهمتي لسه؟ لأنه ما بدهم زوجها يعرف. ليش؟ خلص المهم لا تفكري بالموضوع ولا يهمك. كيف ما أفكر فيه؟ هي أختي. المهم أنا ما بدي أعمل العملية، بس ما فيني أرفض. أمك بتاكلني بلا ملح، ما هي بالأساس معصبة مني هالكم يوم. هي معجبة فيك. أيوة، هذا اللي كان ناقصني والله. أنا بدي مساعدتك أولغا.